البنكرياس عنده دور كبير في الهضم. كيطلق انزيمات قوية للأمعاء باش تعاون تهضم الماكلة بحال الأميلاز والليباز والبروتياز. هاد الانزيمات كتكسر الماكلة لوحدات صغار باش الجسم يقدر يمتصها. البنكرياس الهضم مكيكونش مزيان، البنكرياس كيعاون ينظم السكر في الدم. ملي كيرتفع السكر كيخرج هرمون السكر اللي كيتسمى الانسولين كيعاون الخلايا تدخل للسكر وتستعمله في الطاقة، وبهالطريقة الجسم كيبقى متوازن. ملي كيهبط السكر بزاف البنكرياس كيخرج هرمون آخر سميتو الجلوكاغون كيعطي إشارة للكبد باش يطلق السكر اللي مخزن فيه، وهكا كيبقى السكر في المستوى اللي خاصو، وحتى الطاقة ديالك كتبقى ثابتة. البنكرياس عنده جوج ديال الوظائف مهمين، كينتج انزيمات لهضم وكينتج هرمونات بحال الانسولين والجلوكاغون لتنظيم السكر. هذا الدور المزدوج كيخليه واحد من اهم الاعضاء في الجسم. البنكرياس كيكون مور المعدة وكيخدم بصمت. العصارات ديالو كتمشي عبر واحد القناة كتوصل للأمعاء باش تهضم الدهنيات البروتينات وحتى السكريات. برغم صغر الحجم ديالو المسؤولية ديالو كبيرة بزاف. الانزيمات ديال البنكرياس خدامة بحال الآليات الصغيرة. الليباز كيهرس دهون، الأميلاز كيهرس نشويات، والبروتياز كيهرس البروتينات، وكلهم كيتعاونوا باش الجسم يستافد من الماكلة مزيان. داخل البنكرياس كاين خلايا كينشئو هرمونات مهمين. الانسولين كيهبط السكر، والجلوكاغون كيرفعو، السوماتوستاتين كينظم التوازن. هاد الهرمونات ضرورية باش يبقى الجسم خدام مزيان. ملي يكون البنكرياس خدام مزيان كلشي في الجسم كيكون متوازن، كيهضم الماكلة وكينظم السكر وكيعاون الجسم ياخد الطاقة اللي محتاج. صحة البنكرياس مهمة لصحة الجسم كامل.